اللي كنا سالقين فيها اللحمة. زي ما حضراتكم شايفين دي أفضل نتيجة للرز، إن المية أو الشوربة تبقى سخنة جدا والرز بتاعنا سخن جدا. وزي ما حضراتكم شايفين هنبدأ نقلب الرز بتاعنا كويس، نديله البيوز بتاعه أو المعيار بتاع الرز كويس جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده الكوباية في الرز المصري ليها كوباية من الشوربة، وهنبدأ ننزل عليها بشوية من اللبن زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا اللبن بتاعنا هيفرق جدا في اللون وفي طعم الرز بتاعنا. الرز يستوي وصوص الفتة يكون خلص،